أكلة متينة ما ياكلهاش غير الوحوش والأكيلة والمزاجنجية. كولاجين للجسم والبشرة طبيعي، وبتقلل من ألم العظام والمفاصل، خاصة بقى إن احنا دخلنا في الشتاء. مش أي مكان ناكلها فيه ولا أي حد ناكلها من إيده. نفسنا نوصل للطريقة اللي بتعملها المصامت أو المطاعم اللي بتعمل حلويات المذبح دي. الكوارع بتكون مستوية كويس جدا من غير زفارة ولا تجليد، والفتة مظبوطة كويس جدا. العيش بتاعها مقرمش مش معجن، والرز مستوي كويس جدا، والصلصة متطعمة بالخل والثوم. ان شاء الله في الفيديو ده هنعرفك كل الاسرار وازاي توصلي للنتيجة دي. ولو ما بتحبيش الكوارع ولا حلويات المذبح وبتقرفي منهم، ان شاء الله هتغيري فكرتك بعد الفيديو ده، ولو بتحبيهم هتعتمد الطريقة دي ان شاء الله. السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. مبدئيا كده، لو لسه في حد مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد معانا ان شاء الله. يلا نبدأ بسم الله وندخل بقى على حلويات المذبح الجميلة بتاعتنا. اول حاجه طبعا لازم تكوني جايباها من مكان مضمون ومكان نظيف. الكوارع يفضل تكون اماميه، بيكون فيها لحمه اكتر من الخلفيه، يعني الرجل الاماميه عن الخلفيه. وهنا معايا فيش ضاني وراس خروف برضو مع شويه قراقيش كده. ان شاء الله النهارده هنعملهم بطريقه حلوه جدا مع بعض وطريقه بسيطه للمبتدئين والشاطرين. زي ما انتوا شايفين معايا كده، بغسلها كويس جدا بميه وحطيت شويه خل وملح كده، وابدا ان انا ادعكها كويس جدا عشان لو فيها اي زفره تطلع. وده حوالي كيلو من الطماطم، شلنا بس القشرة بتاعته، ده كان في الفريزر. بعد كده الكوارع بتاعتي والفشة والراس اللي انا قلتلكوا عليها، هبدأ بقى ان انا اشطفها كذا مرة كده زي ما قلتلكوا عشان اشيل اي زفارة منها. هنا حطيت بقى حلة على النار فيها شوية مية، فيها شوية فلفل اسود. اول لما المية تغلي معايا هبدأ انزل بالفشة والراس والقراقيش بتاعتي. والكوارع طبعا هسلقها بقى في حلة لوحدها كده. اول لما الميه بدات تغلي معايا بدات ان انا انزل بالفشه زي ما انتم شايفين كده، والراس والقراقيش والحاجات دي. بصوا الريم اللي على وشها، طبعا كل الميه والشوربه دي انا مش انا هرميها اصلا في الاخر، يعني انا هسلقها بس في الميه دي وبعد كده هرمي الشوربه دي. هنحط مع السلق كمان سنه خل بسيطه كده عشان تطلع اي زفاره منها. والميه دي زي ما قلت لكم هرميها اصلا، وهنعمل ليها شوربه حلوه مع بعض ان شاء الله. بعد كده هبدأ بقى اجهز الفتة. هعمل كده عيش اقطعه مكعبات كده زي ما انتم شايفين، وهحط عليه شوية ملح وشوية كمون وشوية بابريكا، وابدأ بقى ان انا احمره في زبدة. بصوا، ملح وكمون وبابريكا. هبدأ بقى ان انا احطه على عيش كده واغلفه بقى بالبهارات دي. طبعا من اسرار نجاح الفتة بتاعتي ان العيش يكون مقرمش كده. البهارات دي بتدي اصلا طعم حلو قوي للعيش، يعني بعد ما تحمريه هتكوني عاوزة تاكليه كده اصلا من غير فتة ولا حاجة. وممكن بقى تحمريه بقطعة زبدة كده مع شوية زيت على النار، أو تحطيه في الفرن، بس أنا هحطه على النار. حطيت هنا طاسة على النار وفيها شوية زبدة مع سنة زيت صغيرة، وبدأت إن أنا أنزل بالعيش بتاعي بقى. هبدأ أحمر شوية شوية كده عشان ياخد إيه، تحميرة كويسة كده زي ما انتوا شايفين معايا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هبدأ بقى ان انا احمر كل الكمية بتاعتي، وبعد ما اخلص في بهارات بقى. بعد ما غلفت العيش اللي هو شوية بابريكا والكمون والملح اللي احنا حطينا عليهم دول، في شوية كانوا باقيين، هبدأ بقى ان انا احطهم على العيش تاني بعد ما يتحمر، هيدوا برضو طعم حلو. خلاص كده العيش بتاعي كنت جهزت كل الكمية اللي انا عاوزة احطها على الفتة. بعد كده في نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها العيش دي، طبعا هستفاد منها عشان ما اعملش مواعين كتير. هبدأ بقى انزل بشوية توم كده في نفس الطاسة على الزبدة والبهارات والزيت اللي انا كنت حاطاه احمر بيه العيش. شوية توم كده حلوين مفرومين طبعا. الفتة عاوزة شوية توم حلوين مع شوية خل. التوم بتاعي بس هخليه يدبل، مش هخليه طبعا يغمق معايا. اول لما ريحته تطلع كده ولا يدبل، هبدأ بقى انزل بالخل، وهنزل بصلصة الطماطم اللي انا عملتها. طبعا زي ما قلت لكم، الفشه في حله لوحدها على النار، والكوارع على النار. حطيت حله فيها شويه ميه وشويه فلفل اسود وبصل وطماطم وورق لورا، ونزلت بالكوارع. بصوا زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. الشوربه بتاعتها دي طبعا مش هرميها. في ناس بترميها وبعد كده تحط ميه مغليه تانية، فانا كده يعتبر هرمي كل الفوائد اللي اللي نزلت من الكوارع دي، فانا مش هرميها. بصوا ما شاء الله الشوربه اهي ما فيهاش اي ريم ولا فيها اي حاجه، والريحه ما شاء الله اللهم بارك، يعني يا ريت تكون واصله لكم. دي اسهل طريقه ان انت تسلقي بيها الكوارع. واهم حاجه طبعا ان انت تكوني جايباها من مكان مضمون ومكان نظيف، وان انت تغسليها زي ما قلتلك في اول الفيديو الطريقه اللي انا قلتها دي. تحطي شويه خل مع شويه ملح وتسيبيها منقوعه شويه وتغسليها كذا مره عشان تطلع اي زفاره منها. والسلقه اقول لكم الطريقه تاني. احط حله على النار فيها شويه فلفل اسود، فيها بصل وفيها طماطم وفيها ورق لورا، وبعد كده هزود الملح لما تستوي. مش هحط الملح في الاول عشان كده هتفضل 10 ساعات معايا على النار.
سواء صغيرة او كبيرة برضو هحط الملح في الاخر عشان تستوي معايا بسرعة، لكن لو حطيت الملح في الاول هتأخر معايا جدا في السوا. بصوا ما شاء الله هنا اللهم بارك، ما خدتش اي تسوية معايا ديت. الفشة والطحال، الكرشة والطحال بتاعي كان طبعا اتسلق معايا، ورميت طبعا المية زي ما انا قلتلكوا، ودلوقتي هعمل لها شوربة حلوة قوي. ودي الكوارع برضو ما شاء الله اللهم بارك، كانت التسوية بتاعتها زي الفل يعني. دي الشوربة بتاعت الكوارع. بدأت ان انا انزل بنص الصلصة اللي انا كنت عاملاها معاكم بالخل والثوم، وهبدأ بقى انزل بالكرشة والطحال والقراقيش بتاعتي وراس الخروف وكل اللي انا عملته معاكم ده. سبت شوية شوربة من بتاعة الكوارع لوحدها، وخدت منها شوية اعملها للحاجات التانية دي عشان الشوربة بتاعتها طبعا رمانية. هنا بقى ابدأ معاكم اعمل شوية رز كده للفتة بتاعتي. حاطط حلة على النار فيها شوية زبدة وفيها شوية زيت، وهبدأ بقى ان انا اشوحه كده يتغلف المادة الدهنية بتاعتي عشان يبقى مفلفل كده وجميل. هحط معلقة ملح او معلقة ونص ملح، بس زودي الملح على حسب الكمية اللي عندك. وبعد ما يتشوح معايا شوية كده هبدأ بقى ان انا انزل بالمية السخنة، ما ينفعش احط مية باردة عليه. طبعا اول لما انزل بالميه السخنه هيكون النار عاليه على الرز ده لحد ما يشرب كل الميه. هبدا بقى اهدي عليه النار خالص واسيبه بقى مع نفسه كده لحد ما يستوي. كده خلاص كنت جهزت العيش بتاع الفته، وكنت جهزت الصلصه، وكنت جهزت الرز، والكوارع كانت استوت معايا، والفشه برضو والكرشه. بصوا بقيت الصلصه بقى اللي كانت باقيه، هبدا بقى انزل بالكوارع كده قطعه قطعه واشربها في الصلصه دي، وبعدين هدخلها الفرن بقى تتحمر كده وتاخد معايا لون جميل. بصوا ما شاء الله الصلصة دي كان ريحتها حلوة قوي، الثوم والخل كانت عاملة ريحة حلوة قوي ومدية طعم حلو قوي للكوارع. بصوا هبدأ بقى ان انا اغلفها كلها كده بالصلصة دي، واخليها تتشرب شوية كده من طعم الصلصة الجميلة دي. وبعد كده احطها بقى في صينية كده وادخلها الفرن تاخد تحميرة بس معايا بسيطة كده، مش هخليها تنشف، يا دوب بس تتحمر. هحط بقى الكوارع كده تتشمع معايا وتاخد لون بس كده في الفرن. وبعد كده هبدأ بقى ان انا اجهز الفتة بتاعتي. خلاص كده كنت جهزت كل حاجة. هحط الاول طبقة العيش عندي في الصينية، وهشربها كده بالشوربة الكوارع اللي انا سبتها، قلت لكم ان انا ما حطيتهاش كلها، سبت شوية منها على جنب عشان اشرب بيها الفتة الجميلة بتاعتي كده. بصوا لون الشوربة عامل ازاي. هبدأ بقى احط طبقة الرز فوق العيش، ما زودش الشوربة قوي على العيش عشان ما يعجنش معايا. وطبعا الرز بصوا ما شاء الله مفلفل وجميل. احط طبقة من الرز واسويها بقى من كل الاطراف كده عشان برضو يبقى شكلها جميل كده وحلو. وبعد كده احط بقى طبقة الصلصة فوق وادخلها الفرن بقى تاخد برضو لون معايا حلو كده زي ما انتوا شايفين. لو عاوزة تاكلها كده من غير ما تدخلها الفرن براحتك طبعا، بس انا بحبها ان هي تكون متحمرة شوية كده من الفوق فدخلتها الفرن. ومع الكوارع بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الكوارع برضو كانت واخدة لون حلو قوي، وكانت برضو طرية ما نشفتش معايا. ما تسيبهاش في الفرن كتير عشان ما تنشفش معاك. ما شاء الله شوية فتة مع شوية كوارع مع شوية فشة وكرشة يستاهلوا بقكم. طريقة سهلة وبسيطة، أتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رأيكم في التعليقات. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام عليكم، استنوني في فيديو جديد.